صبري شعبان، عضو جمعية عمومية نادي المنصورة ومحبي وعاشق لنادي المنصورة. نادي المنصورة يا حضرات، النهاردة هوصل لكم أبلغ تعبير عن ما وصل إليه نادي المنصورة، والرسالة بوصلها النهاردة للمحافظ اللي قعدة لم الشم والوزير الرياضة خالد عبد العزيز. بقول له تعالى شوف نادي المنصورة وصل لإيه. اتفضلوا معايا يا حضرات، هفرجكم على نادي المنصورة ومشتقاته، حمامات نادي المنصورة. اتفضل يا معالي الوزير، اتفرج على حمامات نادي المنصورة. اتفرج يا سيادة المحافظ على حمامات نادي المنصورة. دي حمامات نادي المنصورة يا جماعة، ده مش مفاجأة، هو ده نادي المنصورة. والله أنا بكلمكم من واقع عشان ما حدش يقول احنا جايبين الصور دي منين. بكلمكم من داخل حمامات نادي المنصورة يا معالي الوزير. اتفضلوا، اديكم شفتم أبلغ تعبير عن نادي المنصورة. اتفضلوا، ده نادي المنصورة يا حضرات. اتفضل بقى نادي المنصورة. وزير الشباب نادي المنصورة، وزير الشباب نادي المنصورة خالد بقى عبد العزيز وحسام الدين امام محافظ الدقهلية. اتفضل تعالى. لو عايز ابنك يموت، لو عايز ابنك يموت من التلوث البيئي، اتفضل اعمل له عضوية في نادي المنصورة. لو عايز ابنك يجي له امراض والوباء الكبدي، هاته في نادي المنصورة. اتفضل معالي الوزير، بهديك سلوك الكهرباء. هنا تموت ابنك بالوباء الكبدي، هنا بتموته بالفيروس، وهنا بقول لك موته بسلوك الكهرباء العريانة. ايوه نادي المنصورة معالي الوزير. اتحرك يا معالي الوزير، انت محافظ الدقهلية. اتفضل بهديك تاني حمامات نادي المنصورة المسدودة. اتفضل، ادي حمامات نادي المنصورة، ابواب متكسرة، ممكن حضرتك تبقى قاعد جوه في الحمام والناس بتتفرج عليك من بره، وده شيء عادي في نادي المنصورة. اتفضل نشوف الحنفية كده فيها مية ولا لأ؟ بعد إذن حضرتك. مفيش هنا مية، نشوف هنا طيب يمكن. ادي اتفضل، اتفضل اتفرج على المواسير. مفيش مية، أحواض بدون مية. اتفضل، ادي نادي المنصورة. هنا ممكن حضرتك تبقى قاعد في الحمام والناس بتتفرج عليك عادي، وده حمام حريمي، ده حمام الحريم في نادي المنصورة. بك معالي الوزير، اهلا بك معالي الوزير خالد عبد العزيز في الصرف الصحي في نادي المنصورة. هنا ابنك يموت في المجاري، ابنك هنا يموت في البلاعة، وهنا يموت في سلوك الكهرباء. وزير الشباب محافظ الدقهلية، بقول لك ارحمونا وحلوا هذا المجلس. معالي الوزير ارحمنا وحل هذا المجلس. انت فين يا وزير الشباب؟ انت فين يا محافظ الدقهلية؟ ارحمونا بقى، ارحمونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة احنا الفرقة بتمر بظروف صعبة أوي. الحقيقة في بعض الظروف اللي بتواجهني، اللي هي انشغال أكتر من 7 أو 8 لاعبين في الفريق بالتعاقدات الجديدة، عقودهم تنتهي السنة دي، وهم مشغولين بإن هم يتعاقدوا مع نادي المنصورة ولا مع أندية تانية، ودي مأثرة علينا، وأنا طبعا بحاول أخرج من الكبوة ديت. بالنسبة انت شايف لحضرتك المحافظ، هل مدعم الفريق ولا بعيد ولا ايه رايك؟ يعني في اغنيه لام كلثوم بتقول اسال روحك. عقد خلص في نادي المنصوره. مدير الكوره كابتن عاطف بتاع السموحه كلمني وكده، رحت قعدت مع الناس، ناس محترمه هناك، اتكلمت معاهم وكده، رحت مضيت 5 سنين في نادي سموحه من بدايه الموسم الجاي. والاتحاد دخل النادي، فلسه مش عارف والله اعمل ايه. يعني بحاول احل المشكله، مش عارف اعمل ايه. يعني كابتن احمد طبعا متمسك بيا، وطبعا انا ما اقدرش اقول لنادي المنصوره حاجه. يعني انا اتربيت في نادي المنصوره، والكابتن احمد يقول عليه مش الاداره بقى، اللي الكابتن احمد يقول عليه انا معاه فيه. انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، يعني كله لصالح نادي المنصوره مش اكتر. الناس اتكلموا معايا كتير يعني، بس زي ما الناس كلها عارفه ظروف النادي، وانا طبعا يعني مش بقول لعيب كوره، شاب من ضمن الشباب اللي بتحلم، يعني داخل على جواز وكده، قدامي لسه مسؤوليه كتير، عايز اضمن مستقبلي واضمن حاجه. لو ان المنصوره تعوضني اكيد طبعا انا اكون يعني امضي مدى الحياه في نادي المنصوره، بس
بس يعني الناس تقدر اللي انا داخل على جواز ومش مش متجوز، يعني عاوز امن مستقبل شاب سيبك من الكوره والكلام ده. انا بقول لجماهير المنصوره سواء انا قاعد ولا ماشي محدش يزعل مني، وانا بقول ان شاء الله يعني نصبر على الفرقه. الناس كلها عارفه ان اللعيب مش من الفرقه ولا اللعيب من الجهاز الفني، الناس كلها عارفه اللعيب فين، فما حدش يلوم الفرقه ولا حد يلوم الجهاز الفني.